يا مساء الفل، ازيكم؟ مساءكم سكر ومساءكم عسل. عاملين ايه يا جماعه؟ يلا كده نصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين وفي كل وقت وحيد. كريم رسول الله والله اكرمه، فهل من فقير بين الكريمين يحرمه عليه الصلاه والسلام. يا ريت تفعلوا الجرس، وعايزه اشتراك وعايزه تعليقات. ونشوف مشكله النهارده. واحده بتقول انا عندي 19 سنه، مخطوبه بقالي فتره يعني، خطيبي وسيم وشيك وقرايب بابا من بعيد. اتخطبت له، فحصل له حادثة قوية، في عربية خبطته، حصل له كسر في رجله وشرخ في الحوض. وانا مانيش عارفة هيرجع طبيعي زي الاول ولا لا. فاعمل ايه؟ اكمل ولا ما اكملش؟ مع العلم ان في زميل ليا كان عاوز يخطبني ومتقدم لي، بالرغم ان انا ما وعدتوش بحاجة، بس هو الوقت متقدم لي. فانا بقول ممكن اللي حصل ده قدر من ربنا، علشان ما احناش نبقى لبعض يعني، وابقى من نصيب زميلي. انا سالت ام صاحبتي وقالت لي اللي حصل ده علشان ده هو ده اللي نصيبك، وهو ده اللي اللي هتتجوزيه. فانا اعمل ايه؟ اسيبه ولا اكمل؟ مش عارفه، انا عايزه رايكم. فيعني اقول لها إيه بقى يا جماعه؟ بصي يا حبيبتي، يعني انت بتقولي ان ده قدر ربنا، يعني علشان يبقى سبب ان انتم تكونوا من نصيب بعض، اللي هو انت وزميلك يعني. وممكن ده يكون سبب وقدر من ربنا، ان ربنا ينجي خطيبك منك، او خير له. ممكن. فاقول لك ايه؟ هقول لك يعني بصوا يا جماعه، الازمات بتعرف معادن الناس، حقيقي بتعرفك عدوك من حبيبك. الأزمات يا جماعة بتبان، الناس بتبان في الأزمات وفي الشدة. تمام. فهقولك ايه؟ هقولك انت يعني أنانية وبتاعت نفسك، تفكري في نفسك. طب بصي، لو نعكس بقى، وانت اللي حصل لك كده، حصل لك الله اكبر حادثه ورجلك اتكسرت وحصل لك شرخ في الحوض والكلام ده، وسابك وتخلى عنك وراح اخد واحده غيرك، انت شعورك هيبقى ايه؟ اولا هتحاسبين عليه، هيكسر خاطرك، هيكسر قلبك، صح ولا انا غلطانه؟ هيظلمك. فهقول لك ايه؟ هقول لك يعني انت لو انت اصيله مش هتقولي الكلام ده ولا تعملي الكلام ده، لكن انت انانيه بتاعت نفسك. فانا بقول لك يعني لو انت سبتيه ورحت لزميلك، يبقى ربنا بيحبه وربنا نجاه منك، وان شاء الله ربنا هيشفيه ويعافيه وهيجيله اللي احسن منك. وانت بقى خد زميلك اللي يعني ربنا قدر كده علشان تبقوا لبعض. والله ممكن يكون ربنا قدر كده عشان ينجي خطيبك منك. تمام. فجماعة الأزمات هي اللي بتبين الناس في معادنهم بقى، الأصيل مش من اللي هم مش أصلة. فهقول لك إيه؟ لا تعليق عليك، هو ده التعليق اللي أنا هقوله لك، إن لو أنت سبتيه يبقى ربنا بيحب خطيبك ويرزقه باللي أحسن منك، وربنا يشفيه وهيبقى أحسن من الأول. وهقول لك إيه؟ خد زميلك، يعني خد. أنت واحدة ما عندكيش ضمير، ما عندكيش رحمة، ما انتش أصيلة. لو انت من بيت أصل مش هتعملي كده. أكيد زميلك، بصي، هو المفروض زميلك يعرف إن انت عديمة الأصل ويخاف منك. حقيقي لو هو عايزك لازم يعرف إن انت عديمة الأصل ويخاف منك ويخاف من معدنك، لأن ممكن لو سابوا حاجة هتسيبيه. فاقول هو وافق بكده، يبقوا انتوا الاتنين شبه بعض، واللي هو تعبان ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ويرزقه بواحده احسن منك. عشان كده انا بقول لك لا تعليق عليكي، كفايه قوي الكلمتين اللي انت خدتيهم. ونشوف بقى التعليقات يا جماعه بتاع حضراتكم وارائكم. تقول ايه يا جماعه؟ في ناس كده ما فيش في قلوبها رحمه بتاعت نفسها. فهقول لكم ايه؟ دي مشكله النهارده، وعايزه تعليقات، واقول لكم اشوفكم على خير. في مشاكل اخرى، المشاكل كل ما بتجيلي بطلع واقول يا جماعه تصبحوا على الف خير واشوفكم على خير.